المدرجات والجماهير البيضاوية أيضا اشتاقت لمدرجات ملعبها بالدار البيضاء. نتعرف كيف أصبح مركب محمد الخامس ومتى سيفتح أبوابه. ملعب محمد الخامس المعلم الرياضي البيضاوية بوجه جديد بعد إصلاحات جذرية همت مختلف المرافق والتجهيزات، حيث تم تثبيت حوالي 45 ألف كرسي جديد و200 مقعد بمنصة الصحافة، بالإضافة إلى تجديد المستودعات، إصلاحات نهزت قيمتها 80 مليون درهم، وقد أشرفت على الانتهاء بعد أن نهزت نسبة الإنجاز حوالي 90%. فيما ينتظر البيضاويون بفارغ الصبر إعادة افتتاح معلمتهم وتشجيع فريقي الرجاء والوداد داخل العاصمة الاقتصادية. أشغال ماشية حسب الجدول اللي كانت توضع في الأول، بحيث نرتقبوا باش غادي تسالي هذه الاشغال في اخر هذه السنه. بقى لنا جوج ديال المسائل اللي هو تثبيت السياج اللي غادي يكون غادي يفرق ما بين المناطق ديال هذا الملعب، وكذلك تثبيت الشاشتين اللي غادي يكونوا من جهه ديال المكانه ومن جهه ديال فرميجه. هذه المبالغ اللي تصرفت على هذا الملعب فهي مبالغ مهمه جدا، وهذا ملعب ديالنا كنا الا ما حافظناش عليه غادي نعاوتاني نضطروا عاوتاني الاغلاق ديالو. ملعب في حلة جديدة ينتظر قدوم الجماهير بعد أشهر من الإقفال والتنقل نحو ملاعب الجديدة مراكش وأكادير، معاناة تبرز خاصة خلال لقاءات الديربي التي تشهد إقبالا منقطع النظير من المشجعين البيضاويين. إقفال ديال المركب محمد الخامس هو ماشي في مصلحة الفريق وماشي في مصلحة الجمهور. حيت الجمهور اللي كيتشكرفس كيمشي مديبلاسي كيخسر فلوس. ننصح الجماهير البيضاويه الوداد للرجاء انهم يحافظوا على هذا التيران، حيت هذا التيران هو المعلمه ديال الدار البيضاء، وخصوصا الديربي هنا فين كيبان، ما غاديش يبان في شي مدينه اخرى. الملعب خاصو يتحل في اقرب وقت وتلعب فيه الديربي وما يتغربش لينا مره اخرى خارج مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للجماهير انا تنوجه لهم نداء من هذا المنبر للجماهير البيضاويه عليها انها خاصها تحافظ على هذه المعلمه، لان معلمه كبيره وما يكونش شغب لان بسبب الشغب تخلق هذا الملعب. على بعد أسابيع قليلة من إعادة افتتاح ملعب محمد الخامس، يمني البيضاويون أنفسهم بالحفاظ على هذه المعلمة ومشاهدة لقاء الديربي القادم من داخل هذه المدرجات. بالفعل زميلي أمين الهناوي، ونحن على بعد أسبوع من مباراة الديربي المغترب الذي سيلعب بمدينة أكادير، شتان بين الديربي داخل معقله بمدينة الدار البيضاء وديربي مغترب.